قالك باغيين ينتجوا حليب الاطفال، وديروا في بالكم باللي مادام هضروا عليه رايحين يديروا، مادام حطوا في راسهم الانتاج الوطني غير ديروا في بالكم كلش رايحين يهلكوه وطنيا. اول علامه باش تعرفوا المشروع هذا باللي بدا، اول علامه انه حليب الاطفال يولي ما كانش وتزيد في السومه. سما ديروا في بالكم باللي باطه تاع الحليب راح تولي 300 الف و400 الف، ونهار يولي يجيكم الحليب الوطني هذا، نهار يولي يجيكم الحليب الوطني هذا دير في بالك باللي اقل سعره يكون 500 الف الباطه، ودير في بالك باللي احتمالية ولدك يموت ولا ولدك يولي مانغولي راه 100%، لأنهم نورمال يدزولو الحليب ويدزولو الحليب تاع اللحظة وحليب الشكاير وفارينة والسكر، هذه غير يكونك هاني. سما انا نصيحتي في الملخص الكلام هذا، اذا راك تخمم تجيب اطفال في المده هذه، انا نصيحتي اني نقول لك تراجع القرار هذا وابدا تستوكي في الحليب من درك، باسكو راح يغلى. هذه النصيحه اللي نقدمها لك. واللي راه ناوي يتزوج ثاني كنقول لك اضرب حسابك، راه طفل واحد وتحبس، راك تجيب زوز معناتها راك قتلت روحك.